ده خط السكة الحديدي اللي جاي من اسكندرية للقاهرة. المسافة بالقطار بين المدينتين 208 كيلو. القطر بيبدأ طريقه من محطة اسكندرية، ثم محطة سيدي جابر، ثم كفر الدوار، ثم دمنهور، بعدها إيتاي البارود، وبعد كده يعبر القطار نهر النيل فرع رشيد فيوصل كفر الزيات، ثم مدينة طنطا في وسط الدلتا، ثم يعبر النيل فرع دمياط فيوصل مدينة بنها، ثم يمر القطار أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ويصل لمحطة شبرا الخيمة، وبعدها ب7 كيلو يصل إلى المحطة النهائية وهي القاهرة عاصمة مصر. والمحطة دي بيسميها المصريين محطة رمسيس. وخليك فاكر أن القاهرة ومحطتها موجودين شرق نهر النيل، أما غرب النيل فتقع مدينة الجيزة. السلام عليكم، معاكم يوسف نبيل، ودي قناة كل شبر في مصر والعالم. من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وشغل الفيديو بجودة 720 وبكامل الشاشة علشان الصور والتفاصيل تكون واضحة ومفهومة لحضرتك. لو انت شخص جديد على مدينة القاهرة، سواء كنت شاب او شابة، طالب او طالبة، وعاوز تعرف بسرعة اماكن رئيسية في القاهرة زي العتبة ورمسيس والتحرير واحمد حلمي وعبد المنعم رياض والزمالك والمهندسين ومسبيرو والشبرا والعباسية وجاردن سيتي، وعاوز كمان تعرف محطات وخطوط المترو اللي بتمر بالمناطق دي، وتعرف جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، يبقى خليك معايا في الفيديو ده. ولازم تراجع الفيديو ده وتسمعه مرة كل اسبوع لغاية ما تحفظ كل المعلومات اللي فيه. لكن لو انت مش جديد على القاهرة فالفيديو ده هينظم المعلومات عندك ويخلي الصورة واضحة بالنسبة لك اكتر. خط السكة الحديد اللي وصل لمحطة القاهرة بيكمل تاني للغرب ويعدي نهر النيل ويروح امبابة، وبعدين يلف للجنوب فيوصل الجيزة، ثم العياط والوسطى وبني سويف والمنيا واسيوط وقنا والاقصر واسوان والسد العالي. لكن قريبا سيتم افتتاح محطة بشتيل في شمال مدينة الجيزة، وهي هتخدم القطارات والركاب اللي جايين من الجنوب. هي دي محطة بشتيل، ودي الأرصفة اللي هتقف عليها القطارات. وأي واحد ما شافش خريطة القاهرة قبل كده بيندهش لما يعرف إن هو ده مسار القطار من الجيزة لشبرا الخيمة. محطة قطارات القاهرة هي مكان مركزي كبير جدا. ده المبنى المغطى اللي بيحتوي على الأرصفة الرئيسية لقطارات الوجه البحري، وجنوب المبنى ده يقع ميدان رمسيس، وهنا الأرصفة الرئيسية للوجه القبلي، وشمالها ميدان أحمد حلمي. يعني ميدان رمسيس جنوب المحطة، وميدان أحمد حلمي شمال المحطة. هنا ميدان العتبة على بعد 1.25 كيلو من ميدان رمسيس، يعني مشي لمدة ربع ساعة. وهنا ميدان عبد المنعم رياض على بعد أقل من 2 كيلو من رمسيس، وبعده بنص كيلو ميدان التحرير. يعني احنا عندنا 3 مناطق بيشكلوا رؤوس مثلث وسط البلد. هنا رمسيس واحمد حلمي، هنا العتبة، وهنا التحرير وعبد المنعم رياض. ميدان رمسيس يتصل مع ميدان عبد المنعم رياض عن طريق شارع مستقيم اسمه شارع الجلاء، ويوازيه كمان شارع رمسيس، وده شارع مارد باشا من عبد المنعم رياض لميدان التحرير، وده مبنى المتحف المصري بميدان التحرير، وهو الفاصل الكبير بين ميدان عبد المنعم رياض وميدان التحرير. شارع كولود بيك بيوصل مباشرة بين العتبة ورمسيس. بالقرب من ميدان العتبة يوجد ميدان الأوبرا اللي فيه تمثال إبراهيم باشا، وشارع الجمهورية هو الواصل من ميدان رمسيس إلى ميدان الأوبرا. والمستطيل ده شمال ميدان الأوبرا مباشرة، طوله 250 متر وعرضه 200 متر، واسمه حديقة الأزبكية، لأنه كان موجود هنا حديقة جميلة جدا، لكن الحديقة تدهورت تماما بسبب الإهمال وأعمال مترو الأنفاق. لكن هناك مشروع لإعادة إحياء الحديقة، بس يا رب يكتروا من الأشجار والزهور والخضرة، مش يملوها بلوكات خرسانية. والامتداد الجنوبي لشارع الجمهورية هيوصلك لميدان الجمهورية وللحديقة اللي بيطل عليها قصر عابدين. في شارع تجاري مهم بيخرج من عند حديقة الأزبكية اسمه شارع 26 يوليو، يتجه للغرب ويتقاطع مع شارعي رمسيس والجلاء، وهنا دار القضاء العالي. في نيل القاهرة يوجد جزيرتين، واحدة كبيرة واسمها جزيرة الزمالك، والتانية أصغر واسمها جزيرة المنيل، منيل الروضة. وبجوار نهر النيل يوجد طريق كورنيش النيل. وشارع القصر العيني بيبدأ من سور مجرى العيون جنوبا وينتهي في ميدان التحرير شمالا بحسب اتجاه السيارات اللي بتمشي في الشارع. والمنطقة المحصورة بين شارع القصر العيني وكورنيش النيل
اسمها جاردن سيتي وطولها حوالي كيلو 400 متر. في هنا مبنى إداري ضخم ومهم اسمه مجمع التحرير بيطل على ميدان التحرير على طول. المبنى ده هيتم تحويله قريبا لفندق 5 نجوم باسم كايرو هاوس. ومن الشوارع المهمة شارع طلعت حرب بيوصل بين شارع 26 يوليو وميدان التحرير. شارع قصر النيل جاي من ناحية ميدان الأوبرا ويتقاطع مع شارع طلعت حرب في ميدان طلعت حرب وينتهي كذلك في ميدان التحرير، ده شارع قصر النيل. لكن يا ترى هيعملوا ايه في الأرض الفاضية مكان فندق الكونتيننتال اللي تمت إزالته هنا عند ميدان الأوبرا؟ شمال جزيرة الزمالك يعبر خط السكة الحديد نهر النيل فوق كوبري معدني حديدي اسمه كوبري امبابة. كوبري امبابة عمره حوالي 130 سنة ويعتبر من أعظم الإنشاءات الهندسية المعدنية في القرن ال19. ممكن تعدي كوبري امبابة بالقطار أو بالسيارة أو سيرا على الأقدام. أما جزيرة الزمالك اللي طولها 4 كيلو فهي مرتبطة بالقاهرة عن طريق 3 كباري فوق نهر النيل. امتداد شارع 26 يوليو المتجه غربا اسمه محور 26 يوليو، والكوبري ده اسمه 15 مايو بيربط الزمالك بالقاهرة. والكوبري اللي فوق شارع الجلاء اسمه كوبري 6 اكتوبر، وبعد ميدان عبد المنعم رياض بيعدي كوبري اكتوبر فوق النيل ويروح جزيرة الزمالك. أما الكوبري الثالث فهو كوبري قصر النيل وامتداده للشرق يوصلك ميدان التحرير، ثم تمشي في شارع التحرير مسافة 850 متر فتوصل لميدان الجمهورية والحديقة اللي بيطل عليها قصر عابدين. واحنا كنا وصلنا هنا قبل كده عن طريق شارع الجمهورية اللي جاي من رمسيس وميدان الأوبرا. شارع التحرير وشارع قصر النيل وشارع 26 يوليو بيتقاطعوا مع شارع طويل جاي من الجنوب للشمال اسمه شارع محمد فريد، هو موازي لشارع الجمهورية، وبيعدي شارع محمد فريد على ميدان محمد نجيب ومحطة مترو محمد نجيب، وبعدين بيعدي على ميدان مصطفى كامل لما يتقاطع مع شارع قصر النيل، ثم يتقاطع مع شارع عبد الخالق ثروت وده ميدان الأوبرا، ثم يتقاطع مع شارع عدلي يكن، ثم مع شارع 26 يوليو، فيتبدل الاسم لشارع عماد الدين بدل محمد فريد، ويستمر شارع عماد الدين حتى يصل إلى شارع رمسيس قرب ميدان رمسيس. شارع عبد العزيز من الشوارع التجارية المهمة يصل بين ميدان العتبة وشارع الجمهورية قرب نهايته عند مقر محافظة القاهرة وقصر عابدين. ولو خرجنا من مثلث وسط البلد ومن ميدان رمسيس هنعدي خطوط السكة الحديد سواء من تحتيها أو نعدي فوق كوبري الليمون فنوصل لميدان أحمد حلمي الناحية الشمالية، وهنا بتبدأ منطقة شبرا مصر، ومن النقطة دي بيتفرع 4 شوارع رئيسية. ده شارع شبرا الطويل المستقيم طوله أكتر من 4 كيلو، وده شارع الترعة البولاقية، وده شارع أحمد حلمي، وده شارع جزيرة بدران. شارع أحمد بدوي بيربط ال3 شوارع الطويلة بالعرض، وشارع خلوصي بيربط شارع شبرا بشارع الترعة البولاقية. أما ترعة الإسماعيلية فهي الحد الشمالي لمحافظة القاهرة، وبعدها مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية وعاصمتها مدينة بنها. اعمل لايك واشترك في القناة وركز معايا لسه ما خلصناش. قلنا ده محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو، وده شارع الجلاء وكوبري 6 اكتوبر، وعلى النيل على الكورنيش هنا مبنى وزارة الخارجية، وهنا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهنا فندق رمسيس هيلتون. شارع الجلاء وشارع 26 يوليو وكورنيش النيل بيعملوا مع بعض مثلث كبير اسمه مثلث ماسبيرو طول ضلعه 700 متر. مثلث ماسبيرو كان معظمه منطقة عشوائية، لكن تم هدم العشوائيات دي كلها وبيعملوا حاجة تانية خالص دلوقتي. لو كملنا مع محور 26 يوليو بيعدي جزيرة الزمالك ويعدي الفرع الأصغر للنيل ويوصل حي المهندسين في مدينة الجيزة، وده شارع مهم جدا في المهندسين اسمه شارع جامعة الدول العربية. لو كملنا مع كوبري 6 اكتوبر للغرب فبعد الزمالك بيروح حي الدقي في مدينة الجيزة، ولو كملت مع كوبري قصر النيل فهو بيروح ايضا لحي الدقي وامتداده باسم شارع التحرير، وانا كنت عملت فيديو عن الدقي والمهندسين والجيزة. اما الكوبري ده فاسمه كوبري الجامعة، والكوبري ده اسمه كوبري السرايا، وهنا حي السيدة زينب بالقاهرة ومحطة مترو السيدة زينب والقصر العيني الفرنساوي بعد منطقة جاردن سيتي،
ودي جزيرة المنيل، وده قصر الأمير محمد علي ابن الخديوي توفيق، وكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان. وهنا في الجيزة ميدان النهضة وشارع شارل دي جول وحديقة الأورمان وحديقة الحيوان وجامعة القاهرة، وفيها كليات الآداب والحقوق والعلوم والتجارة والإعلام. أما الكوبري ده فاسمه كوبري عباس، وهو امتداد طريق صلاح سالم وكوبري الملك الصالح. وهنا شارع مراد وميدان الجيزة ومحطة قطارات الجيزة ونفق الهرم وشارع الهرم. من ميدان العتبة بيخرج شارع الأزهر للشرق وبيوصلك للجامع الأزهر وجامع الحسين وحديقة الأزهر، وقبل ده بيتقاطع شارع الأزهر مع شارع بورسعيد الطويل، ودي من أشد مناطق العالم ازدحاما بالتجار والزباين. ومن ميدان العتبة بيخرج أيضا شارع الجيش وبيتقاطع مع شارع بورسعيد في ميدان باب الشعرية وبيكمل لميدان الجيش. أما لو كملت مع شارع رمسيس أو مع كوبري 6 أكتوبر فهتوصل لغمرة والعباسية وجامعة عين شمس وحلمية الزيتون وعين شمس، أو تروح مصر الجديدة أو تروح مدينة نصر. خط المترو الثالث جاي من الطريق الدايري عند عدلي منصور ومن عند حي مصر الجديدة، وبيمر بالعباسية وباب الشعرية والعتبة، وبيتقاطع الخط الثالث مع الخط الأول في شارع رمسيس في محطة جمال عبد الناصر، وبيكمل الخط الثالث لمسبير ويعدي تحت نهر النيل ويروح جزيرة الزمالك ويوصل ميدان الكتكات. خط المترو الثاني جاي من شارع شبرا ثم رمسيس ثم العتبة عابدين تحرير وجزيرة الزمالك والدقي والجيزة. خط المترو الأول جاي من عين شمس والمطرية والزيتون وحدائق القبة وغمرة ثم رمسيس والتحرير والسيدة زينب والمعادي وحلوان. وتلاحظ ان كل التقاطعات بين خطوط المترو الثلاثة بتكون في وسط البلد، لأنها لا تزال هي المنطقة الأهم والأكثر حيوية ونشاط واللي الفيديو ده بيدور حواليها. لاحظ ان دار الأوبرا مش موجودة عند ميدان الأوبرا اللي في وسط البلد، لكنها موجودة في جنوب جزيرة الزمالك عند خط المترو الثاني. ولاحظ ان جامعة الدول العربية مش موجودة في شارع جامعة الدول العربية اللي في المهندسين، لكنها موجودة في ميدان التحرير قرب نهر النيل. بفكرك بالكباري اللي على النيل: كوبري امبابة للقطارات والسيارات، كوبري 15 مايو، كوبري 6 أكتوبر، كوبري قصر النيل، كوبري الجامعة، كوبري عباس أو كوبري الجيزة. شكرا على المشاهدة والانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.